حالة النجاح القوية اللي حققتها الفنانة السورية مرام علي بمسلسلها الجديد الخائن خلتها الضيفة المثالية لكتير من البرامج اللبنانية خلال الفترة دي، وده اللي خلى مرام تحتفل بعيد ميلادها في بيروت في سهرة صاخبة حضرها مجموعة كبيرة من المشاهير. ويبدو أن نجاحها المهني انعكس على حالتها العاطفية، فبعد ما كانت رافضة فكرة الجواز اعترفت بدخولها في قصة حب جديدة وتراجعت عن موقفها. مرام كملت 32 سنة، وأكيد السنة دي مختلفة في عمرها بكل المقاييس، فنجاحها بمسلسل الخائن عمل لها نقلة نوعية في حياتها الفنية، وباعترافها أصبحت الأعلى أجرا بين نجمات جيلها. وفي أحد الملاهي الليلية ببيروت احتفلت الفنانة الشابة بعيد ميلادها في سهرة ما تتنسيش. النجمة ريتا اللي شاركتها بطولة الخائن، والإعلامي علي ياسين وهبة نور ورانيا بكري ونيكولا معوض كانوا جانب من عدد كبير من المشاهير اللي دعتهم مرام علي لحفل عيد ميلادها. ده غير باميلا الكيك اللي شاركت مرام في وصلة رقص حماسية، وكانت حريصة على تهنئتها بمنشور كتبت فيه أميرة بطيبتها، أميرة بشكلا ومضمونا وجوهرا، وعلى ترابيزة عليها قوالب كيك ضخمة طلعت مرام وهاتك يا رقص على أغاني تركية ومصرية ولبنانية، وكان لافت حملها لشموع على شكل اسمها في مسلسل الخائن وهي تيا احتفالا بنجاحها. أما إطلالاتها فكانت حديث الكل على السوشيال ميديا، الأولى كانت جامب سوت اسود ضيق، والتانية كانت فستان لامع مشقوق أظهرها في لوك كله سحر وأنوثة. كتير هالقد كان واحد من البرامج اللي طلت من خلالها مرام على جمهورها في لبنان، وفي سألها الإعلامي اللبناني هشام حداد عن عمليات التجميل اللي خضعت ليها وسر جمالها، فردت مرام وقالت له يمكن عشقانة، واعترفت إنها عايشة قصة حب جديدة. وعن حبيبها قالت شاب وسيم جدا من خارج الوسط الفني وهو سوري الجنسية، وما استبعدتش إنها تكون عروسة 2024، خاصة إن حبيبها عرض عليها الجواز بالفعل. مرام سبق واعترفت بخضوعها لأكتر من عملية تجميل، وقالت إن أنفها طول عمرها معقدها، من صغرها بيتريقوا عليها في الشارع، وعشان كده ما ترددتش لحظة في تعديلها بعملية تجميل بعد شهرتها، بالإضافة لعمليتين تجميل كمان ما كشفتش عن تفاصيلهم. أما زيادة وزنها الملحوظ في الخائن فكشفت سببه، وقالت اتعرضت لإصابة قوية خلال تصوير مسلسل عنبر 6، واتناولت علاج بيحبس المية في الجسم، وبالتالي زاد وزني، ودخلت تصوير مسلسل الخائن خلال فترة علاجي وما كنتش أقدر أوقف الدواء. القدر لعب دور كبير في تحول مسار حياة مرام، فمن صغرها تميزت عن أختها ميري وأخوها بشقاوتها وحبها للتقليد، ما كانتش بتلعب غير مع صبيان وصوتها على طول عالي. حلمت من صغرها بالتمثيل، بس أهلها رفضوا فكرة احترافها للفن، واستسلمت مرام لرغبة أهلها واختارت تدرس لغة إنجليزية. صاحبة مرام الأنتيم اختارت تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي يوم تقديم ورقها راحت مرام معاها، وهناك جالها تليفون غير مجرى حياتها. والدها كلمها يطمن عليها، ولما عرف إنها في المكان اللي كانت بتحلم تدرس فيه اتأثر وسمح لها تقدم ورقها هي كمان في المعهد. المفاجأة طيرتها من الفرحة لدرجة إنها بدل ما تشكر والدها قفلت السكة في وشه. المخرج نجدة أنظورو اختار مرام للمشاركة في مسلسل شيفون، ومن بعده شاركت في مسلسل بنات العيلة اللي مثل انطلاقتها الحقيقية في عالم الشهرة والأضواء. ساعتها قررت ما تكملش دراستها في المعهد وتركز أكتر في شغلها الاحترافي، وبالفعل قدرت تحفر لنفسها مكانة متميزة بأعمال درامية كشفت موهبتها الفطرية، إلا إنها حاليا بتفكر تكمل دراستها في مجال مختلف وهو إدارة الأعمال.